شد فيها النفس وخلاته يعلن لمقربيه بأنه قد قرر الاعتزال من المنتخب الوطني وراح يبقى فقط مع ناديه، لأنه لا يريد أن يعيش ما حدث له في هذه النهائيات. اللاعب اللي يوصل إلى 25 هدف مع المنتخب الوطني من بين أحسن هدافي المنتخب الوطني، ويعادل رقم جمال بناد ب 25 هدف، وعلى بعد 4 أهداف فقط من رقم علي أو ربح ماجير ب 29 هدف، ليبقى عبد الحفيظ تصفاوت هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف مع المنتخب الوطني. نشاهدوا تقرير زميلنا حمزة وين يتحدث على قرار اعتزال إسلام سليماني من المنتخب الوطني. علمت قناة الهداف من مصادر موثوقة أن الدولي الجزائري إسلام سليماني تلقى نصيحة من الأهل والمقربين باعتزال اللاعب دوليا مع المنتخب الوطني بعد أن توترت العلاقة بينه وبين الجماهير الجزائرية التي كانت متواجدة بالغابون، وتلك التي انقلبت عليه هنا بأرض الوطن بسبب الحملة الشرسة التي تعرض لها في مواقع التواصل الاجتماعي. مصادرنا أضافت أن سليماني ابتعد كثيرا حتى من استفزازات زملاء المهنة بمطار هواري بومدين لدى عودة المنتخب الوطني من الغابون صالة الثلاثاء، وسئم تكرار نفس السيناريو معه في كل مرة يتعلق الأمر بمباريات المنتخب الوطني، مثله مثل أفراد عائلته ومقربيه الذين وإن كانوا يساندون معنويا لتجاوز هذه الفترة العصيبة إلا أنهم يلحون عليه كي يعتزل اللاعب دوليا بعدما صار اللاعب يشعر أنه غير مرغوب فيه لدى الجماهير سواء سجل أو لم يسجل. وقد يكون تفكير سليماني في الاعتزال مجرد تصرف في لحظة غضب فقط، بما أن المشاكل التي وقعت له مع الأنصار ليست بالأمر الهين، واسترجاعه لأنفاسه في الأيام المقبلة وانخفاض الضغط مع مرور الأيام سيجعله يفكر مليا في مستقبله مع المنتخب الذي يبقى في أمس الحاجة لكافة لاعبيها الذين لطالما أدخلوا الفرحة في قلوب هذه الجماهير في السابق. إذا الأمور لا تسير على أحسن ما يرام بين أنصار المنتخب الوطني وإسلام سليماني، حتى أمس لما حطت طائرة المنتخب الوطني بمطار هواري بومدين وعودة سليماني إلى الجزائر، كانت فيه مشادات كلامية بين بعض وسائل الإعلام حسين أشيو وإسلام سليماني. هل تعتقد بأنه قرار اعتزاله قرار ربما في لحظة غضب راح يتراجع عليه، أم أن ما حدث له يحدث بعد كل خسارة على المنتخب الوطني وإقصاء مر، أو تعتبر بأنه كان شوية بوك لميسار، كاين بعض اللاعبين ما تعاملوش معهم الأنصار كما تعاملوا مع إسلام سليماني؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟ فردوان ديجا يفو با كما يقول لك سور ان ماتش ولا سور 3 ماتش ننساو كاع الخير واش كاين القدام. عباك لي جوار مالغريتو عنده شخصية قوية وعنده تما وتش يقابل به، وعنده كما يقول لك دي مومون وين يتنرفى فيهم والاخر، بصح